تخيل بلد كاملة قامت على راجل واحد وكانت هتقتله. الجملة دي اتذكرت في كتاب تاريخ الكوفة للدكتور علي عبد الواحد عن أحد ولاة العصر الأموي الفاسد. بس ده كان فاسد بطريقته، كان اللي بيعارضه حاجة من الاتنين، يا بيطلع عليه إشاعات مغرضة علشان يسيب البلد ويمشي، يا إما كان بيرشيه، فالبلد نصها بقى مرتشي ونصها ساب البلد ومشي. فالناس لما حست بالظلم اتحدوا وحطوا ايديهم في ايدين بعض وقالوا احنا هنقف للوالي ده وهنطلع عليه وهنقتله. ولولا تدخل الجيش في الوقت ده النتيجة كانت هتكون كارثة. الوالي تم عزله من منصبه ونال جزاؤه وتم محاكمته. الشاهد من القصة دي ايه؟ ان احنا واحنا داخلين على انتخابات نقابة المحامين بالمنيا الشهر الجاي ان شاء الله، عاوزين صوتنا نديه اللي لما نعارض حد في النقابة او عضو من اعضاء النقابة يسمع المعارضة بتاعتنا، يسمع للنصيحة، ما يتعالاش علينا وما يطلعش علينا اشاعات مغرضة او يعرض علينا رشوة. صوتك امانة، اوعى تديه لاي حد فاسد او بيعرض عليك رشوة او بيكمم صوتك. والسلام عليكم.